السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. لو اول مرة في قناتي ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. النهاردة بقى هنعمل شوية تخليل بسرية اهو بأسهل التكاليف وبطريقة سريعة، يعني مش هتاخد منك وقت، وفي 5 ايام ان شاء الله هتستوي وهتاكلي احلى بسرية ان شاء الله، بدل ما تشتري من برا ما تعرفيش معمولة ازاي وايه، فهتعمليها بالبيت احسن يعني. نخش بقى في الطريقة. هي طريقة سهلة يعني ومقادير سهلة في اي بيت. معايا هنا 1.5 كيلو بسرية، طبعا مشتريها طازة من حد موثوق منه اهو. الواحدة باين عليها انها طازة مش مهرية مثلا او فيها حاجة، لا اهو شايفين ازاي طازة. 1.5 كيلو. طبعا انت هتعمل الكمية اللي انت محتاجاها، انا بقولك على الطريقة وامشي زي يعني. معايا هنا 2 معلقة كبار ملح ناعم اهو، ومعايا هنا 2 معلقة كبار ملح خشن. الملح الخشن طبعا عشان يحافظ عليها، والشطة 2 معلقة كبار شطة، ومعلقة صغيرة بابريكا. البابريكا طبعا لو مش حباها ما تحطهاش، انا حطها عشان بس تدي لون. وربع كوباية زيت، لازم الزيت. هنا معايا البصارة طبعا نضفتها كويس خالص تحت المية، وحطيتها في مصفى وتحتيها طبق طبعا عشان تصفي كل المية اللي فيها اهو. لو ما عملتش الخطوة دي طبعا مش هينفع، هتبوظ منك وهتدوب اهو، لازم الخطوة دي. هنا طبعا يا جماعة انا حطيتها في صينية كبيرة اهو زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا هنسيبها تتصفى 12 ساعة. هنحطها في صينية كبيرة ونحطها في أوضة كده لوحدها، ونولع عليها المروحة كويس عشان تنشف المية كويس وتبقى الوحدة زي المجلدة كده. شايفين شكلها ازاي؟ لازم تكون ناشفة كده والمية ما فيش مية خالص. لو فيها مية يا جماعة هتلاقيها مدودة وهتبوظ منك على طول، مش هتتحمل يعني. شايفين؟ بوريكم ازاي بيبقى شكلها اهو. طبعا انا محبتش اخليها في المصفى عشان برضو هلاقي فيها مية، فانا حبيت احطها في صينية زي كده وهويها كويس تحت مروحة. والمروحة طبعا هي اللي هتنشف المية كويس فيها. في اوضه لوحدها يعني تولع عليها المروحة وتسيبيها براحتها 12 ساعة، وبعد كده تجيبيها تخلليها. طبعا هنجيب بقى هنا الملح كله اهو، المعلقتين الملح الناعم هنحط كله ده على ده اهو. طبعا انت هتعمل على قد الكمية اللي انت هتعمليها. انا هنا ماشية على 1.5 كيلو بسارية، انت طبعا هتجيبي نص كيلو وكيلو، طبعا الكمية بتختلف في الملح. هو المقدار ده يا دوبك يعني على 1.5 كيلو، مش بتبقى عدمة ولا بتبقى مالحة، بتبقى مظبوطة ان شاء الله اهو. هنجيب بقى البسارية اللي نشفت، شايفين شكلها بتبقى زي المجلدة كده، هي ما بظتش بس هي بتبقى كده يعني. هنحط نص الكمية اهو على البسارية، نصها بس اهو. لو وصلتوا هنا يا جماعة في الفيديو يا ريت تضغطوا لايك عشان الفيديو يترفع اهو. هنحط نص الكمية بس، نسيب نص الكمية على جنب. هقول لكم ازاي نستعملها يعني. هنقعد نقلب كويس اهو، تفضل تقلبي فيها لغاية لما الملح والشطة يدخل في كل واحدة بسارية. طبعا الشطة بتحافظ عليها لما تدوتش، لازم تحطي شطة يعني. لو مش حابة تحطي 2 معلقة كبار حطي معلقة بس، لازم تحطي اهو. شايفين ازاي؟ لازم تكون الواحدة عليها ملح وشطة. طبعا البسارية من احلى الحاجات، طبعا مدمنين البسارية هيحبوا الطريقة دي اهي اهو. نص الكمية اللي سبتهم هنجيب برطمان نظيف بلاستيك قزاز زي ما عندك يعني، المهم يكون نظيف كويس.
هنحط معلقتين كبار من الخليط اللي احنا عملناه، معلقتين كبار من تحت. بعد كده بقى هنقعد نحط شوية بسارية اهو زي ما انتوا شايفين. هنفضل نحط شوية حلوين كده. انا بحط بالمعلقة دي، طبعا ما عرفتش احط بيها، فهجيب معلقة كبيرة دلوقتي. اهو جبت المعلقة اهو، فبحط شوية كده حلوين. عايزة تعملي بسارية طبعا اه زي ما بقولك كده، طريقة سهلة ومكونات عندنا في البيت، وفي خلال 5 ايام بتستوي وبتبقى جميلة يعني. اهو هنا هنحط معلقتين كده من الخليط اللي احنا سبناه اهو، ونفضل نحط شوية كمان، يعني شوية بشوية، فاهمين ازاي؟ شوية بسارية بقى تحط عليهم معلقتين من الخليط لغاية لما تخلص الكمية كلها. طبعا الكمية اللي عندي دي مش هتنفع في البرطمان ده، فانا سبت شوية لبرطمان تاني. انا بوريكم الفكرة ازاي وانتوا بتمشوا عليه. اهو زي ما انتوا شايفين، شوية بسارية ومعلقتين ملح بشطة. اهم حاجة هي طريقة الحفظ، وانك تكوني حاطة يعني ملح وشطة، وتكوني مجففة البسارية كويس، اهم حاجة دي. اهو معلقتين ملح زي ما انتوا شايفين. لو مش حابين تحطوا بابريكا يا جماعة ما تحطوش، عادي يعني، انا بس حطاه عشان تدي لون. وهنا بقى هنحط شوية الزيت اهو في الاخر خالص، عشان يكتم ما يدخلهمش هوا يعني وتبوظ منك. الزيت ده هو هيمنع الهوا يخش. هنا معانا كيس كنت مقطعاه، اي كيس عندك تلاجة، وهو بتحطيه من فوق كده عشان يمنع اي دخول هوا اهو. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، وبنغطي كويس كويس جامد يعني، وبس كده. طبعا تفضل شوية بسارية فحطيتهم في برطمان تاني، وهيبقى ده شكلها. هنجيب بقى كيس تاني اهو، كيس بلاستيك عادي بتاع التلاجة، وهنقفلها كويس. هنخرج الهواء اللي فيها ونقفل كويس زي ما انتوا شايفين. في ناس طبعا مش بتحط البرطمان في بلاستيك زي كده، طبعا انا ما بحبش كده، لازم احطه في كيس عشان يمنع اي دخول هواء اهو. وبحطه في مكان لمدة 5 ايام، مكان ضلمة لمدة 5 ايام، وبنرجع نشوفه اهو. اهو بعد 5 ايام رجعنا ليكم، وهنفتح مع بعض ونشوف النتيجة ايه. طبعا يا جماعة في الصيف غير الشتاء، الصيف بتستوي اقل من كده، ممكن اقل من 5 ايام 3 ايام تلاقيها استوت، غير الشتاء. ولو طولت عليه عن 5 ايام بتلاقيها باظت. لازم 5 ايام وتحطيها في التلاجة على طول. اهو هنفتح مع بعض. طبعا هو انا بوريكم النتيجة قدام عينيكم عشان المصداقية يعني. شايفين شكلها بقى ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة اهو. يعني 5 ايام وهتاكلي احلى بسارية ان شاء الله. ولو حابة بدل ما تعملي بسارية عايزة سردين، برضو بنفس الطريقة، بتمشي على نفس الطريقة ونفس المقادير، وبرضو بتطلع حلوة. طبعا عشاق البسارية هم اللي هيحبوا الفيديو ده، عايزاكم كلكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو حبيتوا الطريقة والفيديو وريت تضغطوا لايك، وتدوسوا اشتراك، وتفعلوا الجرس، وتدوسوا الكل عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. ولو حابين اي طريقة يعني نعملها مع بعض قولولي، ونعملها مع بعض ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.